يلا بينا. بسم الله. الدرس التالي بيتكلم على حاجه كلنا بنسمع عنها اسمها الميكروبات، ولكن النهارده يمكن المعلومه اللي هتفاجئك شويه ان الميكروبات دي في منها نافع. يعني احنا دايما بنسمع الميكروبات وسط مين؟ وسط الجراثيم والبكتيريا والفيروسات فبالنسبه لنا الميكروبات دي حاجه وحشه، ولكن النهارده من المعلومات اللي هتفاجئك غير الاسامي الغريبه اللي علينا ان في الميكروبات دي حاجات نافعه. طيب، اول حاجه الميكروبات دي كائنات دقيقه، كائنات كنا عينين معنى كلمه كائنات دقيقه، يعني هي لا ترى بالعين الايه؟ فعلا معظمها ما بيتشافش بالعين المجرده، موجوده حوالينا في كل مكان، في الهواء، في الميه، في التربه. يعني ممكن تبقى حوالينا دلوقتي ممكن تبقى موجوده في الميه المكشوفه زي مياه نهر النيل، ممكن تبقى موجوده في التربه يعني على الارض. عشان كده دايما لازم تحافظ على نظافه ايدك، تبقى قاعد في مكان اوضتك تبقى محافظ على نظافتها علشان ما تتعرضش للميكروبات ديت، وخصوصا لما تبقى نايم في الاوضه بلاش بقى يبقى بواقي الاكل جنبك وكوبايات شاي ونسكافيه بتاع جنب السرير ولا جنب المكتب، خلاص. وانها في منها النافع وفي منها الضار، فعشان كده تعرفها بيقول لك هي كائنات حيه دقيقه، ايوه، لا يرى معظمها بالعين المجرده لان في منها بيتشاف، بس ده لسه هناخدوه الحصه الجايه. تنتشر في كل مكان حولنا في الهواء والميه والتربه وداخل اجسامنا. جوه جسمنا بتعمل ايه؟ ما هي بتدخل سواء انها مفيده فهناكلها فهتخش جوه جسمنا عشان تفيدنا زي ما هناخده كمان شويه، او بتخش بقى ان انت ايدك مش نظيفه فاكلت فدخلت مع الاكل، خلاص. مش كده دايما لما ماما تحضر الاكل وتقول لك اغسل ايدك فتروح باص ايدك كلها ما هي نجيفه، ما هي نجيفه، هي نجيفه، اللي انت شايفها نظيفه دي مليانه ميكروبات وجراثيم بس انت مش شايفها. فلازم تغسل ايدك قبل الاكل عشان تموت الجراثيم، فلما تاكل الاكل ما ينزلش في معدتك، وتغسل ايدك بعد الاكل عشان بواقي الاكل في ايدك خصوصا بقى لو دمعه وكده ما تجمعش البكتيريا. لان انت ساعات يعني في ناس معفنه يقول لك لا ما انا بنمسح في الملايه وفي الستاره، لا ماما لو شافتك هتشقلطك هتنفخك. ده غير ان انت يا معفن لما مسحت في الستاره او في الملايه انت بواقي الاكل لسه في ايدك، وده بيشد مين بقى؟ الميكروبات، انها تيجي تاكل البواقي دي اللي انت مش شايفها اصلا. فلازم تغسل ايدك قبل الاكل وبعد الاكل بميه وصابون علشان قبل الاكل يبقى نازل جسمك من غير ميكروبات فيبقى نظيف، وبعد الاكل عشان الميكروبات ما تتجمعش على بواقي الاكل اللي في ايدك. طيب، طب ما احنا ما ناكلوش اصلا عشان ما نغسلوش ايدينا. وبيقول لك وقد تكون نافعه او ايه؟ يعني في ميكروبات نافعه وفي ميكروبات ضاره. طيب، ما هو لازم يبقى الشوكه المعلقه نضافه. مين اللي اكد؟ يعني ايه الاكيد؟ ما هو لازم يتغسلوا كويس ولازم ما يتحطوش على مكان. هي عايزه تخالف السنه يعني. كل يا ستي بشوكه وسكينه، حد قالت ما تاكليش بشوكه وسكينه، كلي بشوكه وسكينه ان شاء الله تاكلي برجلك حتى، اهم حاجه كلي بحاجه نظيفه وخلاص. على حسب بقى انت استخدمتي شوكه وسكينه بس ما اضطريتيش تمسكي حاجه ولا لا. بس ده الاكل ده اللي ما بيشبعش، ده عايزين لغوصه اللي هو عارفه يعني مثلا بتلاقي محلات برجر بيجيبوا جوانتي كيس جلافز وما كنتش تمسك الهمبرجر كده وتاكل واللحوه يا كده تبقى غاسل ايدك خلاص، ما يبقاش متعه. ايه جوانتي؟ هو بيبوظ من كل ناحيه اصلا. ده محل اسمه جلافز؟ اسمه جوانتشي، اسمه جوانتشي كيس. طيب، يبقى كائنات حيه دقيقه لا يرى معظمها بالعين المجرده، تنتشر حولنا في كل مكان حتى جوه جسمنا، ومنها ما هو نافع ومنها ما هو ايه؟ ضار. هنقسم الميكروبات نفس التقسيم اللي موجود في الاحياء من اول ما ابتدينا فيه، اوليات النواه وحقيقيات النواه. طبعا اوليات النواه مفيش غير مين؟ فهناخد 4 امثله للبكتيريا. بكتيريا العقد الجذريه ودي موجوده في نباتات مشهوره زي الفول ودي هناخدوها دلوقتي ان شاء الله.
بكتيريا التحلل، ودي بتحلل جثث جميع الكائنات الحيه سواء انسان او حيوان او نبات، عشان كده اسمها بكتيريا التحلل. بكتيريا اللبن الزبادي، ودي بتستخدم في صناعه الزبادي، عشان كده اسمها بكتيريا اللبن الزبادي. والسالمونيلا التيفيه. ايه السالمونيلا التيفيه ده عباره عن نوع من انواع البكتيريا. البكتيريا دي ظهرت في بعض انواع السلمون، عشان كده خدت كلمه السالمونيلا، بس مش كلها موجوده في السلمون. وانها بتسبب مرض اسمه التيفويد، او في ناس بتسميه التيفود، فعشان كده اسمها السالمونيلا التيفيه. ودي هناخدوها قدام شويه الحصه الجايه وما بعدها. ودي بتبقى باختصار اكل ملوث بالبكتيريا دي. عشان كده لما تشتري اكل من بره لازم تنقي مطعم نظيف، ما تفرحش بالعروض يقول لك 3 سندوتشات شاورما بسعر سندوتش فول. طب انت ما شكيتش في الموضوع؟ تلاقي محلات الكبده اللي عند الموقف بتبيع سندوتش كبده كده ب 5 جنيه ومليان كبده. طب انت يعني ده الكبده الثانيه ب 400 و 450، انت ما شكيتش ان دي كبده؟ اهو كده، ما اكيد ده كلاب يا حمير، ده ما فيش حاجه ببلاش يعني. اكيد مش كده، اهم حاجه هي كبده بس في حاجات غريبه. خلاص بتروح تجيب رغيف حواوشي يقول لك ب 10 جنيه و 15 جنيه، بس ده صريح لان قال لك اسمه هاو شي، هاو وشي، يعني بيقول لك يا كلاب يا حمير. هو اسمه هاو شي بس احنا اختصرناه هواوشي، فبقى هواوشي، لكن هو اسمه ده هاو شي خلاص. والكبده برضه يقول لك يا باشا دي كبده بلدي، قصدي ان الكلب بلدي مش الكبده اللي بلدي. يقول لك كبده بلدي اصلي، هو قصده ان الكلب كلب بلدي، فتبقى كبده كلب بلدي بس هو شال الكلب في النص يعني. خلاص. والناس بتاكل، بس للاسف الحاجات دي بقى كترتها او ممكن للاسف من مره واحده تجيب امراض خطيره، عشان كده ما تسترخص. ولما ماما تقول لك بلاش اكل من بره اسمع الكلام، هي خايفه عليك. طيب بلاش نعيدوا الكلام تاني بقى، كفايه اللي حصل في الفيديو المره اللي فاتت. سمعت والله بس تستاهلي والله تكون نجدتك. لا ما انا نسيت بصراحه. مش كنت يا ساره صبر وعامله لي كده قلت لها ما حصلش، ده مش انا، كنت صاحبه ثانيه. فهي غلبانه وصدقت. طب اسكتي، انا اسمي مذكور، ده بلاش اسمي كمان. طيب ما سمعتوش يعني. مفيش حد فتن عليكي؟ كانت فرصه. يبقى دي الاربع البكتيريا، بعد 4 انواع البكتيريا اللي عليه: بكتيريا العقبه الجذريه، بكتيريا التحلل، بكتيريا اللبن الزبادي، والثلاثه دول هناخدوهم النهارده ان شاء الله. والسالمونيلا التيفيه دي لسه في اخر الدرس. تاني تقسيم هنقسم الميكروبات الى حقيقيات النواه، ودي نوعين: بروتوزوا وطحالب وفطريات. البروتوزوا هو كائن واحد اسمه انتاميبا هيستولوتيكا. لا حول ولا قوه، ده تعويذه ده ولا ايه؟ ده كل ده اسم كائن واحد. انتاميبا هيستولوتيكا، انتاميبا هيستولوتيكا، انتاميبا هيستولوتيكا. فتقسمه كده: انتاميبا هيستولوتيكا، انتاميبا هيستولوتيكا، انتاميبا هيستولوتيكا، انتاميبا هيستولوتيكا، انتاميبا هيستولوتيكا. لازم كلها على بعض، هو اسمه كده انتاميبا هيستولوتيكا. بينما الفطريات في فطر الخميره وده عارفين، وفطر البنسيليوم وده سهل شويه. اهو البنسيليوم ده بيعملها زي ما هناخده الحصه الجايه ان شاء الله، بيعملوا منه مضاد حيوي. اول مضاد حيوي في التاريخ كان اسمه البنسلين، في منه دلوقتي بس ده اول مضاد حيوي اتعمل. عشان كده البنسلين ده بنسلين طويله وهم شغالين فيه. بنسلين طويله وهم شغالين فيه. طيب فدي الامثله اللي لازم نحفظها. اولى نجم، اميبا وبراميسيو. طب ما دي انواع ايه؟ ما بقول لك انت اميبا، طب ما هي نوع برضو. انت قصدك ليه ما جابوش الاميبا هم بينوعوا بقى. قال لك بما انك بقى الطالب المصري اذكى طالب في شبرا، فقال لك بقى ان ايه، نديله مثال جديد. مش الاميبا بقى، لا انت اميبا هيستولوتيكا. فتقول له انا اميبا هيستولوتيكا، يقول لك وتقول له طب انت يا اخر ميبا هيستولوتيكا. نقعد نقول لبعض بقى انت اميبا هيستولوتيكا وانت اميبا هيستولوتيكا، كلنا نبقى ميبا هيستولوتيكا. طيب
ما تعيطيش خلاص، انت رخره اميبا هيستيروتيك ولا تزعلي نفسك. ولا تزعلي نفسك يا ابني. طيب يبقى البروتوزوا او من الميكروبات حقيقيات النواه والتي تتبع البروتوزوا الانتاميبا هيستيروتيكا، ومن الفطريات حقيقيات النواه اللي تتبع الميكروبات البنسيليوم او والخمير. طيب هنبتدي النهارده باول 3 هناك دول، ودول بكتيريا نافعه. هنبتدي البكتيريا العقد الجذريه ودي فيها شرح طويل، وبكتيريا التهلل وديت معلومه بسيطه كده عنها. اولا في البدايه كده بيقول لك النبات محتاج حاجتين لازم يكونهم. محتاج يكون الكربوهيدرات اللي اسمها الكربوهيدرات والبروتين اللي هي البروتينات. يبقى النبات محتاج يكون كربوهيدرات وبروتينات. كربوهيدرات وبروتينات. الكربوهيدرات هيكونها عن طريق 3 عناصر: كربون، هيدروجين، اكسجين. كربون وهيدروجين وايه؟ اكسجين. ودول عادي بيمتصهم من الجو وموجودين في التربه وكله تمام. وهنا تاخد بالك بقى، لو سالك الكربون والهيدروجين والاكسجين عناصر لازمه لتكوين ايه؟ هتقول الكربوهيدرات. ولو قال لك لتكوين الكربوهيدرات نحتاج ل3 عناصر هما كربون وهيدروجين واكسجين. فهو يا قمر تقومي تغسلي وشك، نجيب جرد الميه ونتصل فواقي كده. انت هتفرهدي منها عشان الانتابيبا هيستيروتيك ده لسه في بلاوي جاي. يجي ما ضيعش. تاني حاجه البروتينات، والبروتينات علشان نصنعها او النبات يصنعها محتاج نيتروجين، ولما يصنع البروتينات محتاجه فيه نمو الخلايا والانسجه. نمو الخلايا والانسجه بشكل طبيعي محتاجين النيتروجين، وهنا بقى المشكله. ولكن قبل ما نقول المشكله تعالوا نعيدوها تاني. يبقى النبات محتاج كربون، هيدروجين، اكسجين لصنع المواد الكربوهيدراتيه او الكربوهيدرات في عمليه البناء الضوئي، ومحتاج عنصر النيتروجين لصنع البروتينات اللازمه لنمو الخلايا والانسجه. حصلت مشكله بقى في النيتروجين ده. ايه هو؟ ان النيتروجين موجود في صوره غازيه. النيتروجين موجود في صوره ايه؟ غازيه، اسمه غاز النيتروجين. النبات ما بيقدرش يستفيد منه وهو في صوره غاز، سواء في الجو او في التربه، لان في المسام بتاعت التربه، في الفتحات بتاعت التربه بيخش الهواء ومنه غاز النيتروجين. النبات مش قادر ياخد النيتروجين من الجو. وهنا تيجي بقى وظيفه البكتيريا دي، اسمها طبعا هنقول ليه اسمها العقد الجذريه. البكتيريا دي بتاخد النيتروجين اللي موجود في الجو وتحوله لمركبات نيتروجينيه، بتاخده من صوره غاز لمركبات، بتحوله من غاز لمركبات نيتروجينيه قابله للذوبان في الماء، فتدوب في الميه فتخش جوه النبات، فيبقى اتحلت المشكله. ومن غير البكتيريا ديت النبات مش هيقدر يكون بروتينات، فمش هيقدر ينمو بشكل طبيعي، نموه يقف وممكن يدبل ويموت. فربنا مش هيسيبه. ربنا خلق كل حاجه مظبوطه، فخلق لبعض انواع النباتات زي الفول، زي البسله، خلاص، زي العدس، زي البرسيم، عقد جذريه بيتنمو فيها البكتيريا عشان تاخد النيتروجين اللي موجود في الجو وتحوله لمركبات نيتروجينيه ذائبه في الماء وتدوب في الميه وتخش جوه النبات، والنبات يصنع بروتينات ويبقى هايص. طيب بيسموها العقد الجذريه. الجذر بيبقى عباره عن كانه حبال كده اهو، بس فيها كلكيعه بقى، شبه اللي عارف السلك او حبل السبت لما يتعقد كده على بعضه ويبقى مكلكع كده خبل جوه بعضه فيكون عقده كلكيعه، هو حسوا ان هي شبه كده فسموها بكتيريا العقد الجذريه، كأن الجذر ايه؟ اتعقد فكون كلكيعه كده. طب ما تيجي نشوف. احنا عندنا نت ليه؟ هنتفرجوا فيه مثلا على الماتشات، نشوفوا مثلا المنتخب بيعمل، لا هو في بيلعبوا النهارده 0 جبنا احنا 0 لو يعني الماتش خلص ولا لسه؟ لسه بنلعبوا مع مين؟ كاف فيردي. كاف فيردي. كاف فيردي. الجزائر. اهي دي اسمها العقد الجذريه اللي بينمو فيها البكتيريا. بيبقى الجذره خطوط كده عاديه، وشايف بقى الكور دي واحده مين؟ انت مش شايفه يا عطان؟ هو جذور كتير. جذور كتير ومليانه بقى عقد اهي، اسمها العقد، ده جمع مش العقده الجذريه
العقد الجذريه، كذا عقده في الجذر الواحد. في بتاع يا لهوي، البتاعه دي عامله ازاي؟ شبه البتاع. في بتاع، يا ريت تقولي كلام مفيد. ايه بتاعه دي؟ اوراق الشجر بيبقى فيه حاجه شبه دي؟ لا ده نوع تاني من الشجر اللي هي بتبقى فيها شوك دي وبتنزل تلزق في الهدوم كده. لا تحسيها فيها مشكوكه كده. هو حاجه كده طعمه كده طعمه انت دوقتيه؟ حرنكش طيب ولا ايه؟ لا حاجه صغيره خالص كده. مدوره لونها اخضر كده وشبه الطماطم، طعمها شبه حرنكش. لا مش حرنكش. ليس حرنكش؟ يبقى حسان من زوج ابن خالك اسمه حرنكش يعني. طيب تعالوا بقى نقرا المشكله دي، موضوع النيتروجين وبيتحول لايه. بيقول لك اهو النباتات دي لا تستطيع النباتات استخدام النيتروجين الموجود لا في الهواء ولا في التربه لانه هو في صوره غازيه. تيجي بقى دور البكتيريا، لذا تقوم انواع من الميكروبات النافعه بامداد النبات بالنيتروجين في صوره مركبات يقدر يستخدمها. وانا زودت لك معلومه لسه هنقولها تحت ازاي هيقدر يستخدمها، ان المركبات النيتروجينيه دي هتدوب في الميه. ده بيفكروا يعني هتدوب في عصير ليمون يعني هي هتدوب فين؟ ايه ما انت برضه ايه هتدوب في الميه مثل البكتيريا العقديه او اللي اسمها العقد الايه؟ الجذريه. طيب بتعيش فين؟ على جذور النباتات البقوليه زي الفول، زي البسله، زي البرسيم، زي العدس. طيب البرسيم نزلي الملزمه. يعني انا قاعد ببص لك من ساعتها وانت ماسكه الملزمه واقفه، هي الدنيا بتشتي يا بنت وانا بعمل ماسكه الملزمه دي في شمس. طيب ونبص لها وعادي راح عاملاها على وشها كده لو ايه. حط الملزمه يا رقيه، كلمه تانية قول اسمك بالكامل. طيب عشان الفضائي بالظبط كذا رقيه بقى مش عارفين انا رقيه فيه. بص يا سيدي، عشان اللي قاعده تقول البرسيم واللي بياكلوا الماعز او بتقول البهايم وكأن البرسيم ده حاجه وحشه. بص يا حبيبي، الانسان لو اكل برسيم هيفيد جسمه لان ده نبات ربنا خلقه. ما تبقاش ماشي كده ايه بتجعر وخلاص. افهم يا حبيبي، ربنا لما خلق الانسان وخلق له النباتات على الارض، الانسان ابتدى يجرب يدوق. فطبعا الخضار الفاكهه طعمه جميل، فلم ده البرسيم لان طعمه مش مستساغ، يعني طعمه مش مميز، طعمه عادي، فابتدى ياكل الحاجات التانية اللي طعمها احلى وساب البرسيم. فلا ان الحيوانات الاليفه بتروح تاكله، فقال خلاص انا هنسيب البرسيم ده للحيوانات الاليفه وناكل انا الحاجات التانية اللي دخلت مزاجي. بس هو ده الموضوع. ولو شخص اكل برسيم مفيد جدا للجسم، ولا هيخليك بقى ترفص وانت نايم ولا تنعر ولا تنهق ولا حاجه. الحاجات اللي انتوا بتستظرفوا ديت، وممكن حد فيكم يكون جرب ياكل برسيم قبل كده، لا نطح زمايله ولا عضهم ولا بيهوهوا بالليل ولا اي حاجه. لا يهوهوا مالوش كلام مالهاش علاقه. بالظبط، ما احنا بناكله بصوره غير مباشره يعني. طب مثلا مش الناس اتفقت ان الجرجير ده بيتاكل؟ طب ما في ناس كتير منكم ما بيعجبهاش طعمه، يقول لك طعمه مش عارف بيلسع وطعمه مش عارف. عادي خلاص، فعادي النبات ممكن تاكلوه ممكن ما تاكلوش. لكن كتير من النباتات العاديه حتى اللي انت ما بتاكلهاش بس بيبقى فيها قيمه غذائيه، مش كده دايما يقول لك ما تحرمش نفسك من اي حاجه. بس مش لازم، يعني مش معناه ان انت هتروح تجيب حزمه برسيم وتقعد تاكلها. في بدايل ليها تانية طعمها يبقى افضل وتديك برضو نفس القيمه الايه الغذائيه. بس ما تتريقش او تتكلم على ان البرسيم ده مثلا نبات تعبان، ده ربنا خلقه. ولا حتى الحيوانات الاليفه اللي بتاكله تتكلم عليها كده بشكل وحش، ما هو ربنا خلقها عشان تفيدنا، مش خلقها علشان حضرتك تتريق عليها. ثانيا الحمار بيعرف يروح البيت لوحده، انتوا بتعرفوا تروحوا البيت لوحدكم؟
السكوت علامة الرضا. طيب بالظبط. وكده كده ما تحاوليش، دي إجابة خادعة. طيب أي حاجة تطلع غلط. يبقى في بعض النباتات ما بتقدرش تاخد النيتروجين في صورة غازية، ما بتقدرش تاخده من الجو في صورة غازية. طب ايه الحل؟ ربنا وضع لها عقد جذرية بيتكون فيها بكتيريا اسمها البكتيريا العقدية او البكتيريا العقد الجذرية. البكتيريا دي بتاخد النيتروجين اللي في الجو وتحوله لمركبات ذائبة في الماء يستطيع بقى النباتات استخدامها. طب ايه اشهر النباتات اللي فيها عقد جذريه؟ البقوليات، زي الفول، زي البسله، زي البرسيم، زي العدس، الا البقوليات. طيب فرحنا معرفين البكتيريا العقديه بانها، مش هنقوله بقى الكلام جديد، كل الكلام اللي في التعريف ده قلناه قبل كده. نوع من البكتيريا النافعه حصل تعيش داخل عقد موجوده على جذور النباتات البقوليه، عشان تديها نيتروجين في صوره مركبات تستخدمها في نمو الخلايا والأنسجة. يبقى هي نوع بكتيريا نافعة تعيش داخل عقد في جذور بعض النباتات البقولية لإمدادها بالنيتروجين اللازم لنمو الخلايا والأنسجة. راحوا محولين التعريف ده لسؤال علل. يعني سؤال العلل ده إجابته تشبه التعريف بشكل كبير. يقول لك ليه جذور البقوليات كالفول فيها عقد جذرية؟ يعني ليه جذور الفول فيها عقد جذرية؟ قال لك أصل العقد الجذرية للبقوليات فيها بكتيريا عقدية هتدي النبات مين؟ في صورة مركبات يستخدمها في نمو الخلايا والأنسجة. أصل الجذور ديت فيها عقد، العقد ديت فيها بكتيريا نافعة، البكتيريا دي بتدي النبات نيتروجين عشان تنمو خلاياه وأنسجته بشكل طبيعي. يبقى باختصار كده في نباتات أو جميع النباتات محتاجة كربوهيدرات بتاخدها في البناء الضوئي في وجود كربون وهيدروجين وأكسجين، بينما البروتينات محتاجة عنصر اسمه النيتروجين. طب البروتينات دي مهمة في إيه؟ نمو الخلايا والأنسجة. طب إيه مشكلة النيتروجين؟ النبات مش قادر ياخده في صورة غاز، فبتيجي البكتيريا تديهوله في صورة مركبات بتدوب في المية. اتحلت المشكلة. طيب العنوان كان اسمه البكتيريا العقد الجذرية وبكتيريا التحلل، قلنا في أول الحصة إن اسمها بكتيريا التحلل لأنها بتحلل جميع جثث الحيوانات والكائنات. بيقول لك لما الفلاح بيزرع الأرض، ولو الأرض دي كان زرع فيها بقوليات بيسيب الجذور زي ما هي في الأرض علشان بكتيريا التحلل تحللها وتحولها لمواد نيتروجينية تزود خصوبة التربة. ده غير ان هي بتعمل استمرار لدورة العناصر في الطبيعة. طيب تزود خصوبة التربة ماشي فاهمين. ايه دورة العناصر في الطبيعة؟ دلوقتي النبات هتاكله الحيوانات فتكبر وتقلبظ وتهيص وتلعب وتتنطط وكده هتموت، فجسمها هيتحلل وينزل فين؟ في التربة، فالنبات ياخده تاني تاكل ويكبر فتاكله الحيوانات فتكبر وتلعب وتتنطط وتقلبص وبعد كده تموت فتتحلل وتنزل التربة، ياخدها النبات ويكبر فتاكله الحيوانات تموت يرجع للنبات. دي اسمها دورة العناصر في الطبيعة. اما طبعا الانسان لا، ربنا ميز الانسان والانسان بيدفن في مقابر خاصة، مش عشان يعني احنا مش عايزين المواد، بس ده تكريم للانسان. يعني دي دورة مستمرة بين النبات وبين الحيوان بشكل اكبر، الانسان بيدفن في مقابر لوحده تكريم للانسان. طيب فبيقول لك اهو يلجأ المزارعون تعرف ايه؟
شفت بقى اللي باصه وراها اكتر ما بتبص قدامها دي؟ هم قالوا فاعل مرفوع لانه جمع مذكر سالم، فبس بدل ما نجيب لك عم سالم ينفخ. يبقى يلجأ المزارعون بعد حصد النباتات البقولية إلى ترك الجذور في التربة. طب المفروض جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالمة، ازاي مؤنث وسالم؟ طيب بس المفروض يبقى اسمه سالمة، ازاي مؤنث وسالم؟ انت مصدقها اصلا؟ هي تحسيها مقنعه بس هي ما تنفعش. جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سلمى. يا اخويا عشان مؤنث سالم لانه سلم من التغيير. مفيش اصلا. يبقى ليه المزارعون بعد حصد النباتات البقوليه بيسيبوا الجذور في التربه زي ما قلنا علشان بكتيريا التحلل تحلل الجذور دي لمركبات نيتروجينيه تدوب بقى في الميه وتزود خصوبه التربه وتحافظ على دوره العناصر في الايه؟ في الطبيعه. عشان كده بعض المزارعين لما بيجي يزرع رز، يزرع قطن، يزرع قمح، يزرع برسيم الاول. منها يلم البرسيم ده ياكل المواشي اللي عنده او يبيعه ويكسب فلوس، ويسيب الجذور بتاعته في التربه عشان تتحلل فتزود له خصوبه الايه؟ فلما يزرع بقى رز ولا قطن يطلع بقى حاجه كده حلوه وجميله. لان هو كده زود خصوبه التربه بطريقه صناعيه، بطريقه طبيعيه وبذكاء. ده غير ان هو لم البرسيم بدل ما يدفع فلوس ويجيب سماد، مع انه هيجيب سماد بس هيبقى وفر برضه، مش هيجيب سماد كتير. فده اللي كان بيحصل زمان. شغل دماغك، ازرع برسيم وخصوصا انه بينمو بسرعه، لمه اكل بقى على المواشي اللي بتاعتك او بيعه، ويبقى عندك ايه؟ الارض البكتيريا هتحلل الجذور وتزود لك خصوبه التربه بشكل طبيعي. طيب ثالث نوع من البكتيريا بكتيريا اللبن الزبادي. طبعا بما ان الزبادي دوت وجبه غذائيه او اكله، فبيجيب لك اول حاجه فايدتها ايه؟ قال لك فيها بروتين وفيها كالسيوم. البروتين ده بتاع نمو الجسم والعضلات، والكالسيوم بتاع العظم والسنان. البروتين لبناء الجسم والعضلات. قال لا يعني الزبادي وجبه غذائيه مفيده، عشان كده في السحور يفضل ان انت تاكل علبه زبادي تحط عليها بقى عسل، تحط عليها سكر. عسل لا. تاكلها من غير حاجه، المهم تاكل زبادي لان الزبادي فيه بروتين وده نمو الجسم والعضلات، وفيه كالسيوم وفوسفور لبناء وسلامه العظام والاسنان. فبالتالي هو وجبه مفيده. في بقى بعض الامهات وخصوصا دلوقتي بعد ما بقى الزبادي سعره غالي شويه بيعملوه في البيت. هو ابتدى يشرح لك كيفيه صناعه الزبادي في البيت، ومنها لو عايز تعمل مشروع بقى كده وتقب على وش الدنيا. فابتدى يشرح لك خطوات صناعه الزبادي. بس ما هي فيها بقى حاجات علميه، اسئله علل وكده هنستخدموها. طيب اول حاجه هتسخن لتر من اللبن، تقلب باستمرار لمده 25 دقيقه او لغايه لما يغلي. طبعا تقليب باستمرار ده ممل، عشان كده في المصانع بتاعت الزبادي بيبقى فيه جهاز بيقلب بتاع حديد الومنيوم طويله كده او ستانلس، بيبقى موجوده بقى جوه ايه؟ تانك من اللبن، مش كيلو لبن، مش لتر بقى، ده فيه اطنان جوه، ويقعد يقلب بقى بشكل مستمر. اما طبعا قدام اللبن بتبقى ماما لا بتقلب ولا حاجه، هي بتبقى موقفاه كده، خلي بالك يا بنت توفي اللبن ما يفور وتفي عليه وبرضه يفور وتخش عليك وانت بتمسح البوتاجاز. قول ده شويه لبن قد كده، تروح بصه تلاقي شويه لبن قد كده، اللبن فار منك. لا والله ماما انا كنت واقف قدامه عملت كده، راح والله العظيم راح برضه مزاج انا اللي غلطانه،
انا اللي غلطانه اني موقفك، يلا يا بنت على اوضتك، انا اللي غلطانه يا ريتني كنت وقفت، وتديكي كلمتين في جنابك انت مش فالحة. وانت مش فالحه في حاجه، انا بروطه يا اللي مش عارفه ايه، الله يكون في عونه، يا ريتني ما خلفت بنات، تديكي كلمتين في جنابك. خلاص. طيب السؤال بقى عندنا بعد، بغض النظر عن التهزيء اللي ماما بتديهولك، انا ليه يفضل نغلي اللبن لمده 25 دقيقه مع التقليب المستمر؟ قال لي لقتل اي بكتيريا موجوده في اللبن. بس انا خلاص نازل اللبن وعايز المهم هو شغال بس عشان اللي فوق يبقى تحت واللي تحت يبقى انت جبت كل اللبن، ما يبقاش اللي بيغلي اللي فوق بس او اللي تحت بس. ميزه التقليب ان انت بتقلبي اللبن كله في اي بكتيريا يمين شمال فوق تحت تموت بس. طب في البيت يا مستر احنا ما بنكملش 5 دقايق. طب ده معناه ان اللبن مليان بكتيريا؟ لا، بس الافضل نغليه لمده طويله ونفضل نقلب، بس ده عايز بال طويل لغايه لما يغلي. طيب سخنا اللبن، قال لك سيبه يبرد لغايه ما يبقى دافي. قال لا، طب ما انا سخنته ليه من الاول؟ عشان تموت البكتيريا يالا. وبعد ما سخنته وموتنا البكتيريا سيبه يبقى دافي، ولو معاك ترمومتر مئوي خليه يوصل لحراره 42، معكش يبقى بالحب كده لغايه لما يدفى. طيب بعد ما يدفى هتحط عليه علبه زبادي قديمه. ايه ده؟ انا عايز نصنع زبادي، نحط عليه نص زباديه قديمه. ليه؟ عشان فيها بكتيريا اللبن الزبادي. ما احنا قلنا اللبن عشان يتحول لزبادي محتاج بكتيريا اسمها اللبن الايه؟ الزبادي. طب ما اول زباديه بقى صنعوها ازاي؟ لا انت كنت لسه هتساله بس. احنا ممكن نجمع بكتيريا اللبن الزبادي، بس محتاجه اجهزه ومعدات بقى، عشان العلماء يروحوا بقى جنب الانهار وفي المستنقعات وجنب النباتات ويبتدوا يدوروا على البكتيريا. فالموضوع مش سهل، فهتروح بقى تدور على البكتيريا، انت محتاج اجهزه غاليه. فالعلماء بيقول لك يا سيدي احنا دورنا عليها وعملنا بيها زبادي قبل كده. جيب اي علبه زبادي لاي شركه وحط نصها على لتر اللبن، فنص علبه زبادي هتطلع لك 10 15 20 كوبايه زبادي، فيبقى انت عملت زبادي في البيت. خلاص. فتحط نص علبه او علبه، وساعات تلاقي ماما تقول لي ايه يا حاج وانت راجع هات لنا بقى كيلو لبن وزباديه عشان عايز اعمل الزبادي في البيت. تقول ايه ده؟ هي عايزه زباديه عشان هتجيب زباديه واحده وتعمل بيها 10 15 علبه زبادي تكفوكوا 3 4 ايام. وفي امهات بتستسهل تقول يا حاج جيب وانت جاي. خلاص. وطبعا علبه الزبادي اقل علبه ب5 جنيه. لا في رمضان ساعات بينزلوا واحده بتبقى مخفضه، هي بتبقى معلقتين كده يعني ب5. واضرب بقى انتوا 5 افراد كل يوم ب 20 30 جنيه زبادي، غير الفول غير العيش غير فيبقى السحور لوحده مبلغ وقدره. ضيوف بالليل طب بس هل انت شكلك هتجيب مشاكل العيله كلها بسبب السياح اللي انت بتسيحيه ده؟ يا ستي هتخرب البيت، هتخرب البيت دي هنقول طيب بعد ما حطينا نص علبه زبادي اضف نص كوب زبادي سابق التحضير، يعني علبه زبادي قديمه نص علبه زبادي جاهزه للتر اللبن. ليه؟ ما هو فيه البكتيريا بقى، وتقلب عشان البكتيريا تختلط بالزبادي كله. بعد ما تقلب كويس بحيث نص الزباديه دي تختلط باللبن الدافي، صبه في علب بقى ماما مجهزاها. في علب بتتباع كده او تجيب علب زبادي قديمه او كوبايات، صب اللبن في عبوات مناسبه وسيبها في مكان دافي من 4 ل 5 ساعات. طيب هنجيب المكان الدافي منين؟ نحضنه بحيث ندفيه لما ينفع. طب نقعد عليه في البوتاجاز. برافو، ماما بتدفي البوتاجاز يعني بتقيد النار شويه بحيث يدفى، وتروح طافيه النار بحيث البوتاجاز يبقى دافي، وتروح حاطه بقى العلب او الكوبايات اللي فيها الزبادي وتسيبها 4 5 ساعات. وبعد 4 5 ساعات بتفتح وتجسها كده. يعني تجسها يعني تبتدي تشوفها مسكت بقى واخده تماسك الزبادي ولا لسه طريه. لو لسه طريه يعني سايله تسيبها كمان.
وفي ناس بتسيبها من بالليل ليه؟ للصبح. هما بيناموا يقول لك ايه ده كلها 5 6 ساعات فمش فارقه. فتسيبها من بالليل تصحى الصبح هتلاقي الزبادي مسك، وساعتها لازم تحطها في الثلاجه. طيب تعالوا بقى نعرف ليه بنحطها في الثلاجه، وزميلنا برضو سأل هو ليه الزبادي بيبوظ؟ ليه الزبادي بيبوظ بعد 3 ايام؟ بص بقى يا سيدي، الزبادي فيه سكر اسمه سكر اللاكتوز، وعلى فكرة هو ده اسمه سكر اللبن ومش مسكر، لأن من الحاجات اللي هتتفاجئ بيها إن مش كل السكر مسكر ومش كل الملح حادق، بس عشان إحنا اتولدنا ما بنقولش غير السكر على الحاجة المسكرة وحادق ومملح على الحاجة المملحة، فإحنا افتكرنا إن كل الأملاح حادقة وكل السكر مسكر أو سكر. يعني أنت لو شربت لبن سادة مش عليه حاجة هيبقى مسكر؟ أنت بتحليه بقى وتحط عليه حاجة، ولكن اللبن فيه سكر اسمه سكر اللاكتوز، بس عشان يتحول لزبادي لازم سكر اللاكتوز ده يتحول لحمض اسمه حمض اللاكتيك قريب منه. سكر اللاكتوز يتحول لحمض اللاكتيك، او حمض اللاكتيك ده اللي بيدي الزبادي طعمه اللاذع. الزبادي بيبقى ليه طعم بيلسع سنه كده، وبيديله القوام المتماسك بتاعه، ان يبتدي الزبادي او اللبن يتخمر ويتخثر. يتخمر ويتخثر يعني سكر اللاكتوز يبقى حمض اللاكتيك ويتحول من الملمس السائل للملمس الايه؟ المتماسك. هو مش جامد، متماسك مميز كده للايه؟ للزبادي. طب يلا بيقول لك اهو هتسيبها في مكان دافئ من 4 ل5 ساعات لاتمام عمليه تخمر اللبن في وسط مناسب لنمو البكتيريا. اهو البكتيريا بتنمو في المكان الدافي. البكتيريا بتنمو في المكان الدافئ، عشان كده في الصيف لما بتلبس الشوزه تلبس الشراب وفوق الشوزه وتربطها، الدنيا حر فرجليك بتدفى، البكتيريا تشتغل، تروح اخر اليوم تقلع الجزمه تسعى يغمى عليك من ريحه الشراب. في الشتاء بيبقى الموضوع اقل لان الدنيا ساقعه فرجلك مش متدفيه، اذا حد بيبقى صوابع رجلك متلجه. نفس الكلام ريحه العرق في الصيف، مع ريحه العرق وانت قافل ايدك ترفع ايدك كده اهو تلاقي 7 ماتوا جنبك. بينما في الشتاء ريحه العرق بتبقى اقل لان الجو بيبقى ساقعه بارد، بينما تنشط البكتيريا في المكان الدافئ. فانت بتحطها في الفرن عشان بس دي بكتيريا نافعه، تشتغل البكتيريا النافعه فتظبط لك الزبادي، فيتخثر اللبن ويتغير طعمه للطعم الحميض الايه؟ المميز ده، طعم الحميض اللسعه الخفيفه. طيب بعد ماما ما تتاكد ان اللبن بعد ما سابته مثلا 5 6 ساعات او اكتر شويه في الفرن الدافي ولقيته خلاص متماسك لازم تنقله الثلاجه. طب لو ما نقلتوش الثلاجه هيبوظ. هيبوظ ازاي؟ هيفضل البكتيريا تشتغل فتزود حمض اللاكتيك، تزود حمض اللاكتيك، تزود حمض اللاكتيك، فتيجي تاكل الزبادي تلاقيه بيلسع جامد. وتلاقي يا ماما الزبادي ده بيلسع جامد كده، كل يالا بلاش دلع. وده اللي بيخليه بيبوظ بعد 3 ايام، لان المفروض الصلاحيه بتاعته ان البكتيريا مش هتشتغل لمده 3 ايام. بعد ال3 ايام البكتيريا بتفتح على الرابع وتخلي الزبادي طعمه لاذع حامض جامد، وده غلط. لان انت لو اكلت ومعدتك خفيفه، معدتك على قدها، هتروح بلبق كل اللي انت اكلته. فتخيل في السحور بعد ما اكلت واتسحرت وفول وبيض وخيار وظبطت، تاكل الزباديه تروح بلبق ده كله. طب خساره، هتتسحر تاني؟ طب افرض خلاص مفيش وقت. ف بيكتبوا عليه الصلاحيه. الزبادي البلدي صلاحيته 3 ايام، ممكن تاكله بعد 4 ايام وتدوقه كده وتشوف نفسك هتستحمله ولا لا. بينما زبادي المصانع ممكن صلاحيته توصل 3 اسابيع وغالبا بتبقى اسبوعين، لان ده بيبقى عليه مواد حافظه علشان يفضل فتره اطول. فالافضل تاكل لبن، تاكل زبادي البلدي. والمصانع ده بس للاسف انتوا بتحبوا المصانع اكتر، واللي بالفراوله واللي بالشوكولاته واللي مش عارف بايه، ولكن مفيش احلى من الزبادي البلدي. مش بتموت، بتخليه يحمض جامد، طعمه يبقى لاسع جامد، فما ينفعش، هيقلب لك معدتك. لو ايه؟
لو طلعناه من الجهاز عندهم عادي. لا مش هيحصل له حاجه. فبيقول لك اهو انقل العبوات للثلاجه لحين الاستعمال لغايه ما تيجي تاكلها. ليه؟ عشان توقف بقى نشاط البكتيريا بتاعت اللبن الزبادي. بس البكتيريا هتقف 3 ايام، مع 3 ايام هتبتدي تشتغل تاني وتخلي طعمه ما ينفعش. فبيقول لك اهو ايه نتيجه عدم الاحتفاظ بالزبادي في الثلاجه؟ لو سبته بره الثلاجه بعد ما طلعته من الفرن اهو يستمر نشاط بكتيريا اللبن الزبادي وانتاج المزيد من حمض اللاكتيك اللي هيزود حموضه الزبادي فيفسد طعمه. طعمه هيبقى مش حلو، هتيجي تاكله مش عارف تاكله، ميزز جامد فيفسد طعمه. طب هو ده حمض اللاكتيك جه منين؟ قال لك ما هو بكتيريا اللبن الزبادي بتحول سكر اسمه سكر اللاكتوز اللي هو سكر اللبن لحمض اسمه حمض اللاكتيك اللي بيدي بقى الزبادي مذاقه المميز وقوامه وتماسكه المميز. عشان كده في نوع من الزبادي اسمه لاكتيل جاي من اللاكتوز واللاكتيك فاسمه لاكتيل علشان اسمه يبقى قريب منه. ها ممكن لو طلعت الزبادي هي ما بتشتغلش يعني احنا لو شفت طبعنا بره ما حطيناش في الثلاجه لا بس برضه حطه في الثلاجه شويه وبعد كده طلعه من الثلاجه. يعني مثلا بتلاقي المحلات بتعمل ايه في رمضان؟ بتبقى حاطاه جوه الثلاجات، لما تلاقي الرجل اشتغلت بيروح مطلع ايه؟ شويه يحطهم قدامه عشان يبيع للناس، يخلصهم يروح مطلع كمان شويه، الناس مراجعه مشت ويروح حاططهم في الثلاجه. الافضل يفضل جوه الثلاجه عشان ما يغيرش البكتيريا ما تشتغلش. فهو وجهه نظر زميلنا اللي هو لو الجو ساقع انا مش محتاج نحطه فين؟ في الثلاجه. ممكن بس مش البروده برضو بتاعت الثلاجه، الافضل حطه في الثلاجه. بس اللي هو احنا اصلا سيبناه بره قصدي لو الحموضه يعني زاد البكتيريا اللي عارفين في الحوار ده طعمه بس هيبقى مش حلو. ما هو مثلا اديك مثال الباميه لما بتبوظ اسمها ماما تقول ايه ده طبق الباميه حمض. يعني ايه حمض؟ يعني البكتيريا كونت نسبه احماض كتيره هتيجي تاكليها طعمها مش حلو، المعده مش هتستحملها. يعني بعد ما تاكلها المعده تقول لك ايه الحموضه دي كلها تروح مطلعاها بره، يبقى انا استفدت ايه؟ ما استمتعتش بطعمها والحمض بقى كتير قوي المعده ما استحملتوش فبقى فاسد. فهمتي؟ طيب هنقف لغايه هنا.